عمرك فكرت الناس زمان كانت عايشة ازاي؟ مش زمان قوي، يعني من 50 أو 60 سنة. تخيل كده انك مسافر بلد غريب، لا معاك خريطة ولا عارف اللغة ولا عارف حتى تطمن اهلك انك وصلت، الا لما تدور في الشوارع وتدور على الشوارع على كابين التليفون عشان تقف طابور، عشان تبعت تلغراف ولا تستنى السنترال يجمع لك المكالمة. كان في حاجة واحدة بس بتتحكم في مصير يومهم وتواصلهم، وكانت السبب في ان الناس كتير تاهت ورسائل كتير وصلت متأخرة وقصص حب انتهت قبل ما تبتدي. تفتكروا ايه هي الحاجة دي؟ وازاي تطبيق صغير على موبايلك النهاردة بقى بيعمل كل ده؟ بيعمل اللي كانت جيوش كاملة بتعمله زمان. خليك معايا لاخر الفيديو عشان نعرف اجابة اللغز دوت. والنهاردة جايب لك تطبيق وتجربة عملية التطبيق بيغير مفهومنا عن شركات الاتصالات تماما، وهو تطبيق اورنج فليكس. يا اهلا بيكم يا شباب. طبعا كلنا عارفين ان التطبيقات بقت هي الريموت كنترول بتاعت حياتنا. تطبيقات توصلنا اكل، وتطبيقات بتحجز لنا طيران، وتطبيقات بتظبط لنا صحتنا. بس التطبيق اللي هنتكلم عنه النهارده هو نوع جديد شوية. تخيل كده شركة اتصالات كاملة جوه ابلكيشن، مفيش فروع، مفيش عقود، مفيش ورقية، مفيش جملة السيستم واقع. يا فندم النهارده ريفيو عن تطبيق اورنج فليكس، وتحديدا عرض الاي سيم. وانا بقالي فترة بستخدم التطبيق دوت، وعشان اكون صريح معاكم التجربة ما كانتش وردية طول الوقت. كان فيها انبهار في الأول، وبعدين شوية لخبطة، وفي الآخر استقريت على رأي نهائي هقوله لكم بكل أمانة. ببساطة أورنج فليكس هو أول عرض رقمي بالكامل من أورنج. فكرته إنك بتختار باقتك وبتدفع وبتفعل خطك اي سيم وانت قاعد مكانك في ثواني. وأهم مميزات اللي لفتت نظري أولا المرونة، وده اسم على مسمى. انت مش مربوط بعقد، يعني عايز تعلي الباقة الشهر ده، عايز توطيها الشهر الجاي وطي. مسافر ومحتاج نت زيادة، بضغطة زرار الموضوع بيخلص. وتاني ميزة عبقرية وهي الداتا سيف، يعني الجيجا بايتس اللي بتبقى منك مش بتروح عليك، دي بتتحوش لك في خزنة وتقدر تستخدمها وقت الزنقة. ده غير ميزة تحويل الداتا، ودي بقى ميزة الصحوبية. يعني لو صاحبك عنده نفس التطبيق ومحتاج نت، تقدر تبعتله جيجات من عندك فورا من غير اي رسوم اضافيه. وبالنسبه للايسم فالتفعيل فوري. نزلت تطبيق واخترت الرقم دفعت الخط، اشتغل. لا رحت فرع ولا استنيت مندوب. بس استنى عشان الحلو ما يكملش، وفي تريكات لازم تاخد بالك منها عشان ما تقعش في نفس غلطتي. اول مشكله هي الاعتماد الكلي على تطبيق. يعني مره كنت محتاج اغير حاجه في الباقه والتطبيق كان مهنج، او النت عندي ضعيف. حسيت اني محبوس، مفيش رقم خدمه عملاء تكلمه. الدعم كله شات جوه التطبيق، واحيانا الرد بيتاخر شويه. وتاني مشكله هي الرومينج او التجوال. لو انت مسافر بره زون الاتحاد الاوروبي، لازم تتاكد مليون مره انك مفعل باقه التجوال من التطبيق قبل ما تسافر. لان حصلت معايا ونسيت، واضطريت ادفع مبلغ محترم عشان بس افتح التطبيق وافعل الباقه. وتالت غلطه ان ناس كتير بتفتكر انه بيشتغل في كل حته في العالم وبنفس السعر المحلي. لا، ده بيعتمد على دولتك، فتاكد ان الخدمه مدعومه في مكان اقامتك الاساسي. وعشان ما نقلش تجربتي، بس دخلت على بلاي ستور وشفت الناس بتقول ايه. والحقيقة التطبيق واخد تقييمات عالية جدا، واغلب الناس بتشكر في سهولة الاستخدام. بس اكتر تعليق عليه لايكات وتأييد كان بيقول التطبيق فكرته عبقرية وريحنا من روتين العقود، والانترنت سريع جدا. بس يا ريت تحسنوا خدمة الشات بوت، لانها احيانا بتبقى مستفزة ما بتفهمش المشكلة بسرعة. وده بيأكد كلامي ان الدعم الفني هو نقطة ضعف الوحيدة قدام الميزات الجبارة دي. طيب هل انصح بيه؟ بص، لو انت شخص بيحب التكنولوجيا وبيسافر كتير خصوصا في اوروبا وبتكره الروتين الورق، والتطبيق دوت ليك وهيوفر عليك كتير. لكن لو انت من النوع اللي بيحب يكلم موظف خدمة العملاء ويسمع صوته لما تحصل مشكلة، ممكن تتعب شوية. عموما كبدايل، لو بتدور على نت للسفر بس، ممكن تشوف تطبيقات زي اير الو او هولو فلاي. ولو عايز تحكم كامل في خطك المحلي، شوف تطبيق شركتك المحلية. غالبا بدأوا يضيفوا مميزات مشابهة. نرجع بقى للسؤال أول الحلقة، ايه الحاجة اللي كانت بتتحكم في الناس زمان؟ الإجابة هي العملة المعدنية.
او الفكة. ايوه، تخيل ان حياتك زمان كانت بتقف عشان معكش عملة تحطها في التليفون العمومي عشان تكلم الاسعاف او تطمن اهلك. النهاردة التطبيقات لغت فكرة الفكة وخلت العالم كله في جيبك. لو عجبتك الحلقة متنساش اللايك والسبسكرايب، وقولي في الكومنتات ايه اكتر تطبيق متقدرش تستغنى عنه في سفرك. سلام.